اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اصله ايه. الحقيقه كتير منكم بعتين لي اسئله في التعليقات وانا بقراها كلها بمنتهى الاهتمام، بيطلبوا مني اعمل حلقه عن الانبياء والرسل. طبعا ده موقف يعني صعب بالنسبه لي شويه كمؤرخ، انا لست رجل دين، يعني الكلام ده يبقى ايسر واسهل لو هيتناوله رجل دين طبعا، لان عنده كتير من الادله والاسانيد من القران الكريم ومن الكتب المقدسه يقدر يتكلم من خلالها يعني. لكن انا بيبقى الموقف صعب كمؤرخ، لكن هقول بعض الحقائق الحقيقه فيما يتعلق بالانبياء والرسل، زي ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طبعا بلغنا ان في 124 الف رسول ونبي، عدد كبير جدا 124 الف. طبعا في بعضهم احنا نعرف قصصهم وكتير منهم ما نعرفش. فالموضوع صعب في ايه بقى؟ في ان المؤرخ مننا لازم بيستند للادله الاثريه، الشواهد الوثائقيه، المصادر التاريخيه، عشان يقدر يقول لك حاجات واحداث وكذا. لازم تكون الادله. طب ايه المشكله؟ يعني مثلا لو انا حطيت في دائره الضوء السيد المسيح، طبعا السيد المسيح عندنا منذ نعومه اظفاره وهو طفل صغير جه بلدنا هنا مصر. ما انتوا عارفين رحله العائله المقدسه حضر الى مصر مين شاطر بقى؟ السيده مريم العذراء، السيد المسيح الطفل، والقديس يوسف النجار، ولفوا القطر المصري كله تقريبا، يعني لفوا اقول ايه الشرقيه والغربيه، ولفوا على مناطق زي مسترد والمطريه والزيتون، ومشوا في طريقهم راحوا نواحي بقى مصر القديمة دلوقتي ويسموها منطقة بابليون، ركبوا النيل راحوا الجنوب، مشوا في الصعيد من بدايته لغاية ما توصل، يعني عدوا كمان في البداية على المعادي سموها المعادي. انتوا عارفين ليه؟ عشان السيدة مريم العذراء ركبت النيل منها مع المسيح الطفل، وعدوا يعني بر النيل لناحية الجنوب. وفي طريقهم بقى عدوا على أماكن كتير ولغاية ما وصلوا لأسيوط مكان دير المحرة الآن. رحلة طويلة بقى 3 سنين ونص وأكتر كمان، بعض المصادر بتقول 3 سنين و11 شهر. لفوا القطر المصري كله، سابوا أثار. أقدر أكلمك كلنا عارفين شجرة مريم عندنا في المطري، شجرة جميز لسه موجودة الآن. التقليد بيعلمنا أن السيدة مريم تواجدت عندها. لما نيجي نروح سخا في الغربية نلاقي قطعة حجر موجودة في كنيسة سخا عليها قدم المسيح الطفل وهو لسه صغير كده. تيجي تقلب الحجر تلاقي عبارة جميلة قوي مكتوب الله واحد بالحساب كده، يعني واحد بالرياضيات. ده قطعة أثر موجودة عندنا في المطرية. شارع شهير جدا اسمه شارع البلسم. ايه حكاية البلسم ده؟ حاكم بيقول السيدة مريم وهي بتشطف هدوم السيد المسيح الصغير، جاية تغسل هدومه وتعصر كده، المية نزلت على الأرض قامت مطلعة بلسم ريحته جميلة جدا. ومن هنا جت فكرة شارع البلسم ومنطقة البلسم في المطرية. عندنا في دير المحرق، دي يعتبر أكتر نقطة قعدوا فيها مدة زمنية يعني في أسيوط، آثار باقية لرحلة العائلة المقدسة. أقدر أكلمك عن بعض الآثار طبعا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأدلة كثيرة ومتنوعة. أقدر أكلمك عن آثار باقية من عصره، أقدر أكلمك عن الرسائل التي أرسلها لملوك العالم في أخريات أيامه. أرسل رسالة لهرقل إمبراطور الروم، أرسل رسالة للمقوقس بطريرك الإسكندرية، أرسل رسالة لكسرى في فارس. يعني أقدر أكلمك عن أدلة وشواهد أثرية. لكن كل ما ترجع بيا لورا للأنبياء بقى الأقدمين يبقى الموقف صعب بالنسبة لي كمؤرخ. يعني مثلا تيجي تقول لي سيدنا موسى، أقول لك المؤكد إن أحداث حياته كانت هنا في مصر، لكن ما تسألنيش بقى أنهي ملك بالظبط. يعني مختلف حول ذلك. هل هو كان معاصر للهكسوس؟ هل كان معاصر لرمسيس الثاني زي من كتير من المؤرخين أكدوا؟ هل معاصر لابن رمسيس الثاني مرنبتاح؟ عندنا النص الشهير من عصر مرنبتاح اللي بيتكلم عن خروج اليهود من مصر. we are not sure، احنا مش متأكدين تماما يعني هو كان في انهي فترة. بس تيجي تكلمني عن نبي الله يوسف الصديق، هقول لك كان في مصر. لكن العزيز والقصة اللي حصل والست امرأة العزيز وبصبصت لسيدنا يوسف واللي حصل واللي جرى، والستات اللي عمالين يتكلموا ويلسنوا وقطعوا صوابعهم، كل ده مؤكد ان دول مصريات. لكن ما اعرفش في انهي زمن تحديدا، لان ما كانش يعني ما فيش ادله اثريه اقدر ان انا اتحرك منها وانا بتكلم يعني، او مصادر تاريخيه
اقدر اتحرك معاه. يعني مثلا واحد بيكلمني من يومين عن نبي الله ادريس، وبيقول لي ان هل هو اخناتون بتاع الأسرة ال18 بتاع التوحيد وعبادة الإله الواحد، ولا هل ممكن يكون أخنوخ المذكور في التوراة، ولا هل سيدنا إدريس هو أوزوريس زي ما أحد العلماء صرح مؤخرا؟ ما نعرفش. we don't know for sure، يعني ما نعرفش أدلة مؤكدة نقدر اننا نتحرك معاك. بس عايز اقول ان الدراسات الاثريه والتاريخيه اللي انا بستمتع بالعمل فيها وكده ما انتهتش، احنا خلصنا. يمكن نلاقي ادله قريبا، يمكن انزل من هنا من لوكيشن الاقي دليل ارجع اقوله لك. يعني احنا لسه في حاله بحث وفي حركه بحث. ممكن نلاقي ادله متعلقه بسيدنا موسى، ونلاقي ادله متعلقه بسيدنا يوسف هنا في مصر، ارجع اكلمك فيها بعدين. يعني البحث التاريخي والاثري ما زال مستمر وفي حركه مستمره. وكمان عايزين نقول ان الانبياء كانوا طبعا اشخاص منظور اليهم في العصور اللي عاشوا فيها انهم خارجين على الدوله، معظم كتير منهم كده، يعني اصحاب حركه كانت ضد الدوله. يعني فطبعا من الصعب انك تفتش في تاريخ واحد كان في الزمن اللي هو عاش فيه مطارد او ملاحق. ده سبب من الاسباب. يعني رحلة العائلة المقدسة صحيح جم مصر، وزي ما قلت لفوا القطر المصري كله، لكن هم جايين هربانين من هيرودس ملك اليهود. هم جايين أصلا في حالة هرب، لذلك بينتقلوا من مكان إلى مكان. فبتبقى من الصعوبة هنا أن أكلمك في الأدلة لأشخاص كان بينظر إليهم في أزمنتهم على أنهم مقهورين وملاحقين ومطاردين. بتبدأ بقى الديانة بتاخد وضعها وبتقوى على يد المؤمنين بها. يعني المسيحية بيرتفع شأنها وبتصبح هي دين العالم بقى، بس على إيد مين بقى؟ المؤمنين بها. المؤمنين بهذا الدين بيحملوا لواءها، لواء هذه الديانة المسيحية، وبينشروها في جنبات العالم، وبتصبح هي الدين الغالب في وقت من الأوقات. المسلمين بعد رحيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حملوا على أكتافهم فكرة الفتوح العربية الإسلامية، فنشروا هذا الدين خارج جزيرة العرب. فمن هنا انتشرت الديانة الإسلامية والدين الإسلامي وكذا بسبب العرب الفاتحين من حملوا لواء الإسلام، يعني زي ما بنقول. لكن لما تيجي تتكلم عن الأدلة الأثرية والتاريخية في عهد النبي نفسه، لا، بتبقى ضئيلة للأسباب اللي أنا بحاول أن أنا أعرضها لك دي. وطبعا يضيق الوقت بالحديث عن المزيد من الأنبياء. احنا اتكلمنا في 124 ألف نبي ورسول، عدد كبير جدا. لكن أردت من خلال هذه الحلقة أدي نبذة ولو مختصرة عن قصص الأنبياء، وإن شاء الله نكمل. أنا بيهمني جدا حكاية الشير والسبسكرايب واللايك، وكمان يهمني التعليقات دي، تهمني في الأساس، لأن من خلالها بقدر أكمل معاكم حلقات برنامجنا أصله إيه.